في بوست كان نازل على الفيسبوك بيتكلم عن ازاي المدير يبني علاقة قوية مع الموظفين بتوعه. بصراحة البوست عجبني جدا وحبيت ان انا اشاركه معاكم، قولوا لي برضو رأيكم فيه ايه. بيقول ايه بقى الشخص اللي كاتب البوست؟ بيقول مش كل اللي بيبني علاقة قوية مع الموظفين بيتدرس، بعض التفاصيل البسيطة بنتعلمها بس في الواقع. اول حاجه بيقول لما يبقى في انترفيو مع خريج جديد بحط نفسي مكانه وبحاول ما اخلوش يترعب الا لو الشغلانه محتاجه حد بيشتغل تحت ضغط. تاني حاجه، في نهايه الانترفيو لو مش هقبل حد وعندي نصيحه ليه سواء على السي في او اجابته في الانترفيو او الخبره اللي ناقصاه بقول له عليها في وقتها. تالت حاجة، عمري ما طلبت من موظف شغل بعد مواعيد الشفت بتاعه أو يوم أجازته، وده بيحصل مع الأسف كتير مع مديرين كتير ما بياخدوش بالهم من فكرة إن هو ليه يعني بيشغل أو بيطلب من الموظفين إن هم يشتغلوا فيه وقت أجازتهم. رابع حاجة، لما ببعت لحد بعد مواعيد العمل أو يوم أجازته بقوله أنت مش مضطر ترد عليا دلوقتي، حتى لو عملت سين على الرسالة استمتع بأجازتك. خامس حاجة، من وقت للتاني بسأل أساعدك ترتاح في شغلك أكتر إزاي. سادس حاجة، بوضح للموظفين انهم ما يخافوش اني ما شفتش مجهودهم او ان المدير ما يوصلش تعبهم، لان كده كده المدير نجاحه ان الناس تعمل شغلها كويس. المدير الشاطر مش هو اللي بيعمل الشغل بنفسه، المدير الشاطر هو اللي بيعرف يخلي الموظفين معاه يطلعوا احسن شغل. سابع حاجة، لو قبلنا حد في وظيفة معينة ونزل على رقم أعلى من حد قديم بنفس مؤهلاته والمهام بتاعته، بنزود القديم أوتوماتيك حتى لو ده هيقلل نسبة الربح بتاعتنا. تامن حاجة، بفكر نفسي والمديرين اللي معايا إننا كنا بنعمل الأخطاء دي قبل كده، وإن الموظف طبيعي مش زي المدير، طالما مش بيكرر أخطائه فهو تمام. تاسع حاجة، مش بحاسب حد على غلط هو ما يعرفش إنها غلط. عاشر حاجة وأخيرا، بعامل كل موظف زي ما كنت أحب إن أنا أتعامل وأنا في سنه أو وظيفته، عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حب لأخيك ما تحب لنفسك. بصراحة كلام يعني فعلا صحيح جدا 100%. ولو كل المديرين بيتعاملوا بالطريقة دي أو كل أصحاب الشركات بيتعاملوا بنفس الكلام اللي هو قاله ده، أعتقد إن هيكون فعلا هيقدر المدير أو صاحب الشركة يبني علاقة قوية جدا جدا مع الموظفين معاه في الشركة. لكن مع الأسف مش كل الشركات أو مش كل المؤسسات هنا بتتعامل بنفس الطريقة دي، وده اللي بيخلي ان بعض الموظفين بيبقوا حاسين بالظلم جدا وهم بيشتغلوا، يا اما بيضطروا ان هم يتركوا الوظيفه بتاعتهم حتى لو وصلوا فيها لبوزيشن عالي، لان هم بيكونوا حاسين ان بيئه العمل اللي هم شغالين فيها مش بيئه سويه، وبيحسوا ان هم ساعات مش واخدين حقهم في المكان. فده ممكن يخليهم يضطروا ان هم يسيبوا المكان حتى لو في بوزيشن كويس، او حتى لو المرتب او السالري كويس، لكن البيئه بتكون مش افضل حاجه. فعشان كده انا بشوف بصراحه يعني لو المديرين مشيوا على نفس الكلام اللي مكتوب ده، اعتقد الشركات هتبقى حاجة تانية والموظفين هيبقوا في احسن حال يعني. بس ده في الخيال، اعتقد ما اعتقدش انه ممكن يحصل في الواقع مع الاسف.